على اي حال خلونا نشوف هذا البيان مع بعض ونسمعه ونبدأ فيه ان احنا نحط خطوط كده تحت بعض الجمل ونحللها سوا. اتفضلوا. قرر مجلس الوزراء إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا في مفهوم نص المادة 86 من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار أهمها توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها. 2. توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان. 3. اختار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 98 بهذا القرار. 4. تكليف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة على أن تتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة أبنائنا الطلاب من إرهاب تلك الجماعة. طيب، إعلان جماعة إرهابية وتنظيم إرهابي، كويس. بموجب إيه؟ بموجب المادة 86 من قانون العقوبات اللي رقنا نشف عليها واللي اشتغلنا عليها الحقيقة تقريبا لمدة حوالي 3 أسابيع أو شهر اهو تقريبا، يعني بنتكلم حول هذا الموضوع. وكان الحقيقة ودن الدكتور حازم ودن من طين وودن من عجين. مش مشكلة يا عم يوسف، المسألة خلصت، والمسألة انه الحمد لله صدر هذا البيان. المسألة الجيدة في هذا الموضوع هو ما يحويه هذا البيان، مش ما يحويه هذا البيان وبس، ولكن ايضا المشتملات اللي حواليه. هي فكرة انه كل ما يصدر عن هذه الجماعة بالقول او الكتابة او اي طريقة اخرى، وخلي كلمة اي طريقة اخرى دي ما بين قوسين ثقيلين. ليه؟ علشان تبقى فاهم انه اي طريقة اخرى اللي هي بس خلي العيال بتاعت الجماعة ما تجتهدش، علشان هيتلبوا. ليه؟ لان في النهاية خلص انت تنظيم ارهابي، الموضوع خلص، الموضوع انتهى. فكرة الانضمام وفكرة دعوة الحكومة لعدم الانضمام لهذه الجماعة، وفكرة انه ابناء منضمين الى عليه الخروج حتى كعناصر ارهابيه، تنظيم ارهابي هذا الوطن وبالتالي تعامل بمنتهى الحسم، منتهى وبيد ميت. انت ما بتتعش معه مخالف وبتعك او بتهبل في طريقه تصرفاتها. لا، انت المره دي الدوله بتقول لك انت تنظيم ارهابي، فما تعيطش، ولازم تبقى فاهم ده كويس. اختار الدول العربية في الاتفاقية اللي وقعت او الدول التي وقعت على الاتفاقية سنة 1998. خد بالك ان ده حاجة مهمة جدا، لانه اي دولة من الدول العربية اللي هتأوي من هنا ورايح التنظيم الارهابي هيتم التعامل معها بانها تأتي على فعل من افعال العدو. سمعت الجملة دي قبل كده؟ طيب ارجع بقى لو سمحت للقانون الحربي وللقوانين العسكرية. حاجة اسمها فعل العدو. يعني ايه فعل العدو؟ يعني انت بتعمل فعل عدائي تجاه الدولة. يعني اي كيان، اي دولة، اي ولاية، اي محافظة، اي امارة، اي مشيخة هتقرر انها تأوي هذا التنظيم وتدعمه باي شكل من سبل الدعم، معناها فورا انها من افعال العدو تجاه الدولة المصرية، وعليها يصبح من حق الدولة المصرية أن تطلق يدها كيفما شاءت علشان تعرف ترد هذا العدوان. فخليني هنا أرجع ليوم 6 أكتوبر سنة 2013. كلمة السيسي 6 أكتوبر الحقيقة كانت كلمة في مجملها لطيفة جدا، بس أنا واحد من الناس اللي كان لافت نظره إن مصر أم الدنيا هتبقى مصر قد الدنيا. لا، الجملة اللي بعدها: وعلى كل الناس انها تعمل حساب اليوم ده، يوم لما تبقى مصر قد الدنيا. فهمنا حاجة؟ كل الناس تعمل حساب اليوم ده. يعني ايه الناس تعمل حساب اليوم ده؟ يعني الناس اللي وقفت جنبنا يوم أرى اكثر دلالة
او اكثر يعني وضوحا، لما نبقى دولة واقفة على رجليها مكتملة المؤسسات باذن الله، ولما يبقى في عندنا اقتصاد في طريقه للتعافي، ويبقى في عندنا بنية مجتمعية في طريقها للتعافي، اكيد هنعرف نرد الجميل، واكيد هنعرف نرد كل ضربة. مصر تمشي بالقلم قلم، بس مصر تعرف تسفخ بالاقلام على الوشوش، ومش جديدة يعني، ما احنا عملناها قبل كده وكل واحد عارف، فعلى الباغي تدور الدوائر. فاللي مش عاوز يتسفخ قلم يصحى من النوم اللي هو فيه، اللي مش عاوز يتسفخ القلم ملوش علاقة بجماعة الإخوان على الإطلاق. أي شكل من أشكال الدعم أو المناصرة يعني أنك تناصر هذه الجماعة الإرهابية. ده موجه للجميع في الداخل وفي الخارج، يعني ده موجه لأي مجموعة أو حزب أو حركة أو تنظيم أو مجموعة ضغط سياسي أيا هتناصر أو هتروج لأهداف أو أفكار الجماعة أو تناصرها أو تقف معاها داخل نفس المربع، هتتعامل على أنها جماعة تدعم الإرهاب، حزب يدعم الإرهاب، مجموعة تدعم الإرهاب. واضح؟ واضح؟ ده نفس الحال بره الحدود، على الأقل في إطار الدول اللي وقعت على اتفاقية 1998. أرجو تكون الموضوع واضح.